حضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا رب صدفة خير من ألف وعد. أن إحنا زي ما قال أخونا علي طه، إحنا جايين نشوف المعسكر ونتفقد، عندنا موضوع بتاع إنشاءات. بعدين إحنا ما عندنا زيارات غير معلنة، زيارتنا كلها معلنة، ما في حاجة تحت الترابيزة. إحنا رسلنا الناس، نرسل المقدمة عشان يشوفوا المواقع، عشان نمشي طوالي نشوف المواقع الفوق نبدا فوق المباني ان شاء الله. لكن الحمد لله لقيناكم انتم جامعين، ولازم نسلم عليكم ونشوفكم، وزي ما انتم مشتاقين احنا مشتاقين لكم والله. واحنا بعدنا منكم كثير، المفروض ما نبعد منكم اصلا. انا ما داير اتكلم في حاجات كثيره. اول حاجه داير اوصيكم بها زي ما قال علي طه، انتوا اخوانكم في القوات النظاميه، قوات مسلحه، شرطه، امن، انتوا حاجه واحده. انتوا تسدوا بعضكم بعض. ما في الكلام اللي بيقولوه بتاع الاعلام ده كله كلام ما عنده اي معنى. احنا اخواننا ناس القوات المسلحه في راسنا فوق، ما في ظهرنا. وما عندنا معهم اي مشكله. والجيش ده اخواننا الناس عاملينه شماعه. الجيش ده الناس عاملينه شماعه، الجيش ما عنده اي مشكله مع الدعم السريع، ولا عنده مشكله، ولا الدعم السريع عنده مشكله مع الجيش. ما في مشكله بين الجيش والدعم السريع، في مشكله بين الناس اللي مكرسين في السلطه، الناس اللي قاعدين مكنكشين، والناس اللي دايرين يسلموا السلطه لحكومه مدنيه. ده الخلاف بس. بطوعنا وارادتنا ان احنا كنا نسلم الحكومه لحكومه مدنيه كامله الدسم. حكومه مدنيه كامله الدسم. ده المشكله بس هنا. لكن الجيش لا عنده مشكله، لا الدعم السريع عنده مشكله، لا الشرطه عندها مشكله. ما في اي مشكله. وانا وصيتي لكم من هنا يا اخواننا، اخوانكم في القوات المسلحه، احترموهم، تقدروهم، تتقاسموا النبقه، تتقاسموا التمره، تتقاسموا التمره مع بعض. ما في زول اي استفزازات. لو الدقاق الكف بيجاي ادي الثاني يقول له اديني واحده بيجاي برضه. ما دارين يا جوطه. احنا اخوانا دارين نصل السودان ده، نوصل لتحول ديمقراطي حقيقي. اللي اتفقد من اكثر من 60 سنه ده ورجع لورا اخواننا، ما في الديمقراطيه دي احنا بنجيبها باذن الله. لا الديمقراطيه دي يا اخواننا بتخليكم كلكم ترتاحوا. ويا جماعه الديمقراطيه شنو يا جماعه؟ شورى. الديمقراطيه الحقيقيه ما الديمقراطيه بتاعت الفوضى. الديمقراطيه الحقيقيه هي شورى. ربنا قال امرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر. الديمقراطيه عداله. الديمقراطيه مساواه. ذول الجنين وذول البرفضان بيساووا سوا. ذول دنقل وذول النيل الازرق بيساووا سوا. والله العظيم اسمعوا كلامي ده كويس. ومفروض ما نحلف في السياسه، المفروض ما نحلف فيها، لكن لازم نخلي الناس يساووا مع بعض. ما في ده فلان ولا ده علان. كلنا سودانيين، كلنا حقنا واحد. ده اهم شيء يا اخواننا. احنا قطعنا على نفسنا عهد، وان العهد اوفوا بالعهود، ان العهد كان مسؤولا. احنا يا جماعه الخط ده ماشيين فوق ورجع منه ورا ما في. خلاص قلنا يا جماعه حكومه مدنيه مدنيه. قلنا مدنيه مدنيه يا اخواننا. ثاني ما في كلام، انتهى الموضوع. ويا جماعه حكى لي باتفاق نحن كمكون عسكري ولا اخواننا في السيادي، كلنا اتفقنا على الكلام ده. ما يسوي لنا كلامات جاي والجيش وما عارف. الجيش شماعه، الجيش ما عنده اي ذنب. الجيش ما عنده اي ذنب، ولا عنده مشكله مع الدعم السريع، ولا الدعم السريع عنده مشكله مع الجيش. في شنو مشاكلنا؟ ما عندنا مشكله. احنا بندعم بعض، احنا خندقنا واحد، احنا بنقاتل مع بعض، والله لا يجيب قتال. احنا بندافع لبعض، واحنا الدعم السريع اصلا دعم القوات المسلحه. والدعم السريع ده اخوانا جاي ببرلمان، ما جاي حكم قرقوش ساكت. الدعم السريع ده عنده قانون. عشان كده ما نكتر الكلام والكون. احنا ما دارين. انا والله لو ما لقيت في جامعي ما كان قلت الكلام ده ولا حنتكلم. لكن يا جماعه الكلام الفعل، ما الكلام الفعل. امسك لي بقطع عليك نمشي قدام. انا وصيتي لكم انتم كعساكر، اول حاجه احنا والله بيسالنا منها ربنا كلنا نعمل له. يمكن يكون فوق ناس جداد. يا اخوانا الدعم السريع ده كان قوه بسيطه يا جماعه، القوه دي كبرت.
عشان كده انا بقول لكم انتم يمكن يكونوا فوقكم ناس جداد. الدعم السري قايم على مخافه الله ربنا نمره واحد. على الدعاء نمره اثنين، على الدعاء نمره اثنين جروا سبعه. الثلث الاخير قوموا ادعوا الثلث الاخير، ادعوا للبلد دي ذات ربنا يفرج عليها وربنا يولي من يصلح يا جماعه. برضه المدنيين ديل ربنا يولي من يصلح، يجينا دول بيصلح، ما يجينا دول بكره يدخلنا تاني في متاهات. ادعوا ربنا يولي من يصلح البلد دي ويصلحها يوديها لقدام. بلد المفروض تنهض. البلد دي كانت وين؟ العالم كان وين؟ البلد دي كانت دوله من قبل 60 سنه. الخرطوم كانت الخرطوم. الليله وين احنا والعالم وين؟ تحفه البلد، تحفه الان البلاد الثانيه. ناس الصادقين، الصادقين لمواطنينهم المخلصين الان بنوا بلدانهم ونحن ماشيين ورا. ما دايرين البلد يتبني يا اخواننا بعد ده. فابشروا بالخير احنا معاكم. ما تسمعوا الاشاعات ان احنا ما عندنا مشكله مع اي ذول، احنا مشكلتنا واحده، كلام قلناه وما بنرجع منه. حكومه مدنيه تحول ديمقراطي حكومه مدنيه، دي المشكله. في ذول يا جماعه ما دار الكلام ده نحن ضده. عشان برضه نكون معاكم واضحين، ذول ما دار الكلام ده، داير هو، ذول داير هو يعني بدا داير يبقى دكتاتور ولا داير يحكم البلد دي بطريقه ما بنقبل الكلام ده. يعني احنا دايرين عداله، دايرين ديمقراطيه، دايرين نصل لتحول ديمقراطي حقيقي، دايرين البلد تنهض، دايرين البلد تنهض. البلد دي يا اخوانا تنهض. شفتوا كلكم لفينا العالم ده كله، اي زول بنقول له دعم السودان نقول له والله بعد تشكل حكومه مدنيه. اخواننا اشقائنا في الخليج ده كلامهم. الاتحاد الاوروبي ده كلامه. كل الناس ده كلامهم يا جماعه. ما في زول بقول لك قبل حكومه مدنيه احنا بندعمكم. احنا ده المفروض ليه نطلب دعما؟ احنا لو احنا عندنا قيمه والله بلدنا احنا اغنى الناس. احنا اغنى الناس. الذهب ماشي تهريب بالمطارات والناس عينها بتشوف، الذهب ماشي تهريب. وماشي الحدود احنا قفلناها الان. لكن المطار نعمل له شنو؟ ماشي تهريب، لكن برضه المطار عندنا فيه وراي. لازم نحارب الحاجات دي يا اخواننا، وما في داعي نتكلم الان لانه فوضى كثيره جدا. وابشروا بالخير احنا معاكم، ولكم التوفيق وربنا يحفظكم ويستركم، ونحن معاكم ليل ونهارا. وما تسمعوا الاشاعات المغرضه، دي الناس عندهم اجنده، دي الناس عندهم مستهبلين ساكت وعاملين لكم انتم شماعه والجيش شماعه. الجيش احنا حبايبنا ما عندنا اي مشكله. ما عندنا اي مشكله. احنا مشكلتنا مع الناس المكنكشين بس.